بصوا بقى يا جماعة، في حاجات كده كنا متعودين نعملها على طول من غير ما نفكر، زي إننا نرمي مكعب مرق الدجاج في الطبيخ ونقول يا سلام على الطعم. بس الحقيقة المكعبات دي مش أبرياء خالص، فيها مواد حافظة ونسبة ملح مرعبة ومكسبات طعم صناعية، يعني حاجة كده جسمك مش مستنيها. عشان كده أنا بعمل المرقة دي في البيت، طبيعية، صحية، وأهم حاجة طعمها تحفة وما فيهاش ولا ذرة كيميكال. وجربوها مرة واحدة وهتحلفوا بيها بعد كده. أهلا بيكم يا حبايبي، أنا ملك وده فيديو جديد من قناتي. ولو دي أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتدوسوا لايك للفيديو، علشان دعمكم هو اللي بيشجعني أكمل وأعمل وصفات أكتر ليكم من قلبي. ندخل على التحضير بقى خطوة بخطوة وبالهداوة. أول حاجة بنولع النار ونجيب حلة محترمة كده وننزل فيها بمعلقة كبيرة سمنة بلدي. لو مش متوفرة ممكن زبدة أو حتى زيت، بس السمنة بتدي نكهة حكاية في الخلطة دي. نقطع بصلتين كبار وننزل بيهم ونقلبهم شوية لحد ما يبدأوا يطروا ويصفروا. بعدين نضيف فلفل ألوان متقطع صغير، ننزل بجزرتين مبشورين و4 فصوص توم مفرومين ناعم. التوم هنا بقى بيخلي الريحة تطلع. بعد كده نحط طماطميتين متقطعين أو مضروبين في الخلاط، ونرمي شوية كزبرة خضرة مفرومين. هنا بقى بندخل على البهارات، وده سر اللعبة. نص معلقة كبيرة من كل نوع: فلفل أسود، كمون، كزبرة ناشفة، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، بهارات فراخ، روزماري، ورشة ملح كده حسب المذاق بتاعك، لأن المرقة دي تركيز فمش لازم تملحيها قوي. كمان هنحط حبهان وورق لورا، دول بيدوا نكهة أقرب لمرقة الحلة اللي متسوية على نار هادية من بدري. نقلب كله كويس جدا ونشوح المكونات مع بعض لحد ما يبدأ كله ياخد من طعم بعضه. هنا بقى نضيف كوبايتين شوربة فراخ. لو مش عندك شوربة ممكن شوية مية سخنة، بس يفضل الشوربة عشان تغني الطعم. نسيب المكونات تستوي على نار هادية لحد ما كل حاجة تبقى طرية جدا جدا كأنها هتتهري. نطفي النار ونسيبها تهدى شوية، وبعدين نجيب الهاند بلندر ونطحن الخليط كله وهو دافي. لو مفيش هاند بلندر عادي جدا حطيه في الخلاط على مرتين، هتلاقي الخليط بقى ناعم وكريمي كده، هو ده اللي احنا عايزينه بالظبط. نجيب بقى قوالب التلج أو علب صغيرة ونصب فيها الخلطة ونغطيها وندخلها الفريزر، وبس كده. وقت الطبيخ طلعي قالب أو 2 على حسب الطبخة وحطيهم في الأكل، يعني بدل ما ترمي مكعب جاهز ارمي مكعب من شغلك انتي، نضيف وطبيعي وطعمه رهيب. جربوا الطريقة دي يا جماعة وهتحسوا بفرق مش طبيعي في الطعم. مفيش حاجة بتطمن أكتر من إنك عارف انتي بتحطي إيه في أكل ولادك وجوزك. ولو جربتيها اكتبيلي في الكومنتات وقوليلي رأيك، ولو عندك إضافة أو تعديل أنا دايما بحب أتعلم منكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب واعملوا شير لو حسيتوا إن في حد ممكن يستفيد. وأشوفكم في فيديو جديد قريب جدا بوصفة تانية بسيطة ولذيذة من قلب مطبخي. سلام يا أحلى ناس.